ايربود بشاشه تاتش وبسعر اقتصادي. هتتصدم من السعر في اخر الفيديو. يلا نفتح مع بعض البوكس ونشوف التفاصيل بتاعه المنتج. طبعا السماعه دي قريبه جدا من الفي 10 برو، ولكن الفي 10 برو حاجه اعلى شويه. السماعه اللي معانا النهارده هي سماعه اقتصاديه سعرها على قد جدا، هي شبه الفي 10 برو، ولكن الفي 10 برو بتشتغل بابلكيشن، دي ما بتشتغلش بابلكيشن، بتشتغل بالبلوتوث بس. وطبعا في فرق بين الاثنين، وان شاء الله هيبقى قريب في فيديو كامل شرح الفرق بين الاثنين. ولكن عايز اقول لك ان دي سعرها اقتصادي، سعرها قريب جدا من السماعات الايربود برو، ولكن بشاشه وفيها مميزات حلوه جدا جدا جدا. هنشوفها مع بعض دلوقتي. بتعمل صوت طبعا اول ما تفتح، لان في سماعه من تحت هنا، وهنا مدخل الشحن اللي المكان اللي بيتعلق فيه بس ما بيجيش معاه علاقه. ده كده شكل البوكس. في زرار طبعا في الظهر. اول حاجه بيطلب منك سيت اب بتاع التاريخ والوقت، تقعد بقى تظبط الدنيا. هنا في سنه 24، هنا في شهر 9 كده احنا عملنا تاريخ. الوقت بقى مش مشكله، بقى اي وقت. نشوف بقى الخدمات اللي تبقى في السماعه. اول حاجه هنلاقي ايه؟ اللغه فيها عربي، بس العربي زي ما احنا شايفين كده متشقلب، مختلف طبعا عن الفي 10 برو. العربي بتاعها سليم. ندخل هنا على الخلفيه، نختار بقى الصوره اللي احنا عايزينها مثلا، وهنا السماعات خليها انجليزي افضل عشان نعرف كلام ايه اللي موجود. خلاص اخترنا اللغه. ده مستوى الصوت والسيت اب بتاعها، وفيها اوكولايزر نورمال بقى وروك وبوب وكلاسيك جاز، في كذا حاجه. الانماط، وفي نويز كانسليشن تقدر تغيرها منها. هنا مستوى الصوت لو تزود. هنا تحكم في الميديا. هي ملهاش ابلكيشن، هي بتشتغل دايركت على الموبايل على طول، وكل التحكم بيكون من خلال البلوتوث زي ما احنا شايفين كده في الشاشه. لو عملنا زوم هنلاقي نسبه الشحن سماعات، نسبه شحن البوكس 87%، السماعه كل واحده 99، وعلامه البلوتوث مش متصل. وده الوقت. ممكن تعمل زي ما انت شايف كده، هو بيقول لك ممكن تعمل لايك للفيديو. بعد كده هنلاقي التاريخ والوقت. وهنا فايند ماي ايربود، هنا بيدور على السماعه. لو قطعه من السماعه دي ضاعت، مش البوكس يعني، هتعمل مثلا السماعه ديت هيبتدي يعمل صوت زي ما احنا سامعين كده. ده صوتها لغايه لما تلاقيها. والسماعه اليمين او الشمال فخاصيه حلوه قوي. ودي اللوك سكرين واللغه. مستوى الاضاءه بتاع الشاشه، السطوع يعني. بعد كده اقفل الشاشه بعد وقت قد ايه. خلاص. والايكولايزر، النويز كانسليشن بتحدد زي اللي موجوده في الايفون بالظبط. وده مستوى الصوت والتحكم في الميديا. يعني انت لو لابس الايربود مش محتاج تطلع الموبايل تتحكم في الميديا، هو من الشاشه نفسها، فدي حاجه كويسه قوي. هنا فيها فلاش لايت كشاف مثلا، طبعا هتبقى ضغطه هاديه. ده ينفع مثلا وانت بتطلع مفاتيح بتدور على حاجه قريبه منك يعني، لكن مش هنور لك اوضه. هنا التحكم في الكاميرا عن طريق البلوتوث. يلا بقى نوصلها بلوتوث وتشوف الدنيا عامله ازاي كده. فيها بقى زي ما انتم شايفين كده. بص الجمال. هنعمل كده، فتحت معانا. خلاص. احنا بقى ايه؟ هنجيب الموبايل عادي جدا، اي موبايل، وهنعمل سيرش على او بحث على البلوتوث. حاجه مهمه برضه انا نسيت معاكم اهو، لازم نطلع السماعات من البوكس. بس اول ما تفتح وتطلع السماعتين يقول لك ان انت طلعت السماعتين من البوكس. تبتدي تعمل بحث بقى على البلوتوث بتاع الموبايل. هتلاقي اسم السماعات اهو، لها كونكت بالشكل ده كده. لو انت بتتفرج على اليوتيوب على قناه عبقريين تك، خليني بقى اسمعك الصوت واقرب لك صوت السماعات من المايك عشان تسمع. ده صوت السماعه، وده الصوت التاني. طبعا السماعات تاتش، وده مكان التاتش زي ما انت شايف كده، لمسه كده. التاتش التاني نفس الكلام، لمسه بيشغل، لمسه بيوقف، ولمسه بترد على المكالمات. تعالى بقى تشوف التحكم في الفيديو، برضه نفس الكلام بيشغل. لاحظت بقى هنا برضه بقول لك المميزات والعيوب. ان اسم الفيديو اللي فيه انجليزي بيبقى ظاهر انجليزي، لكن لو في عربي بيبقى ظاهر مربعات كده. الاكس 10 الترا 3 هنا مش ظاهر معايا اي كلمه عربي خالص غير اكس 10 الترا 3. انا حبيت اعمل لايك بقى للفيديو. الناس اللي بتنسى، اهم حاجه تعمل لايك للفيديو. زرار اللايك لما ندوس عليه بيعمل لنا شير على الموبايل، مش لايك للفيديو. بس ده ما يمنعش ان انت تعمل لايك للفيديو. زرار الكاميرا وتصوير السيلفي من غير اي برنامج، مجرد ان انا اعمل لها كونكت بلوتوث زي ما انت شفتوا كده، وهعمل كده هلاقيه صور معايا الصوره زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، من غير اي برنامج ولا اي حاجه. وانا دلوقتي بسجل الفيديو ده بالمايك بتاع، عملت كونكت بلوتوث، وده صوت المايك بالسماعه اهو. وهنختار النويز كانسليشن، خلينا الوضع ده اللي هو عزل كل حاجه، لكن ده عادي نورمال. وهنا العزل، وهنا حاجه بسيطه خلينا في ديت. وده كده مكملين كل ده بالمايك وانا بتكلم عن بعد. وده صوت التسجيل الخاص بالمايك. جرب بقى المايك. هنا الريكورد، انا مشغل السماعه على التليفون، هنبتدي نعمل ريكورد. وده كده تجربه لمايك السماعه اللي معانا النهارده، والصوت من عن بعد كده. الو تيست 1 2. وهنشوف رايكم دلوقتي في صوت المايك على الطبيعه.
وده كده تجربه لمايك السماعه اللي معانا النهارده، والصوت عن بعد كده الو تيست 1 2، وهنشوف رايكم دلوقتي في صوت المايك على الطبيعه. مجرد ان انا قفلت السماعه كده او حطيتها في البوكس، فهنلاقي البلوتوث فصل، نكتب من السماعه ان مفيش النسبه اهي. لو فتحت كده بص بمنتهى السهوله، يعني انا اعمل لها كوليكت مره واحده بس واطلع السماعات كده، بص علامه البلوتوث في نفس الثانيه عملت كونكت في البلوتوث بتاعها. السماعه دي اللي هي موجوده على ابلكيشن وموقع اوكازيون.com، وهتجرب المنتج قبل الاستلام.